السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هناخد درس جديد في الجبر بعنوان الفترات. الفيديو ده هيتقسم من جزئين. الجزء الاولاني بيتكلم عن الفترات، الجزء الثاني بيتكلم عن العمليات على الفترات. يلا سمي الله كده وابدا معايا. اول حاجه عندنا عنوان الدرس الفترات. النهارده هنتكلم عن انواعها، والحصه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها عمليات على الفترات، يعني يقصد بها عمليه التقاطع والاتحاد والفرق والمكمله. الأسامي دي مش جديدة عليك، أخدتها قبل كده لما كنا بندرس المجموعات في سنة 5 ابتدائي. طبعا كلنا عارفين الأقواس العادية ديت اللي هي أقواس المجموعة، إنما الفترات بيكون القوس بتاعها عدل شوية، مش معوج كده زي المجموعة. مغلقة يعني القوسين هيبقوا باصين لجوه، أو القوسين متخاصمين كل واحد في ناحية، دي بنسميها فترة مفتوحة. أو واحدة مغلقة والتانية مفتوحة بنسميها نص مغلقة ونص مفتوحة، نص ونص. دي كده شكل الفترة عشان تفرق بينها وبين المجموعة، يا إما مغلقة يا إما مفتوحة يا إما نص ونص. عايزك بقى تفتكر لما كنا بنقول مثلا س هنا أكبر من الواحد وأقل من الخمسة، بس س دي تنتمي للصاد، يعني عايزين أعداد من واحد لحد خمسة. الأعداد من واحد لحد خمسة هتيجي تقول لي يا مستر عادي زي الاتنين والتلاتة والأربعة، بس أنا حاطط لك إيه دي اللي بين الواحد والخمسة، بس أنا حاطط لك عند الواحد في يساوي، يعني الواحد معايا يبقى هكتب الواحد. وهيطلق عند الخمسة يساوي، يعني الخمسة معايا يبقى هكتب الخمسة. يبقى كده دي الأعداد اللي بين واحد والخمسة، بس في يساوي عند الواحد وفي يساوي عند الخمسة، عشان كده جبت الواحد والخمسة. طبعا هما دول بس الأعداد الصحيحة من واحد لحد خمسة، دي قوس مجموعة. يبقى مجموعة من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، هي دي الأعداد المحصورة من واحد لحد خمسة. سؤال تاني نفس الأرقام، بس هنا شلت يساوي، ده الاختلاف الوحيد. يبقى هنا عايزين الأرقام من واحد لحد خمسة، الاتنين والتلاتة والأربعة. الواحد مش معايا يبقى مش هكتبه عشان مفيش يساوي، يبقى هقفل كده عند الاتنين. والخمسة مش معايا مش هكتبها، يبقى كده هقفل عند الأربعة. يبقى الأعداد اتنين وتلاتة وأربعة فقط اللي بين الواحد وخمسة بس. الواحد مكانش معايا ولا الخمسة كانت معايا، عشان كده مكتبتهمش. ده لو كان بيقول لي س تنتمي للأعداد الصحيحة، الأعداد الصحيحة بس. إنما النهاردة بقى ناخد س تنتمي للحق. قال لك بقى لما يقول لي س تنتمي للحق هنكتب إيه؟ هنكتب الواحد والخمسة واللي بينهم صحيح وعدد عشري. إيه ده هيبقوا كتير جدا. يعني هنعمل نفس اللي عملناه فوق، هنكتب هنا الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة. مش بس كده بقى، ده احنا عايزين كل الأعداد، يعني الأعداد العشرية كمان. كل الاعداد يا مستر؟ كل الاعداد، ده دي مش هتخلص خالص. قال لك ايه؟ يعني لو جه مثلا احط اعداد عندك الواحد اهو والخمسه، اللي بينهم الاتنين والتلاته والاربعه. وايه تاني يا مستر؟ واللي بين الواحد والاتنين اللي هو واحد واحد من عشرة، واحد اتنين من عشرة، واحد تلاته من عشرة، والأمان نهاية. نفس الكلام اتنين وواحد من عشرة، اتنين وتلاتة من عشرة، اتنين وأربعة من عشرة، وهكذا. يا مستر دي الأرقام دي مش هتخلص خالص. أيوة، عشان كده بقى استبدلناها، مش هنكتبها مجموعة، لا احنا هنكتبها في صورة فترة. يبقى احنا لما نيجي نكتبها كده مش هنخلص، هنقعد نكتب أرقام لحد ما لا نهاية. احنا مش هنعرف نكتبها في قوس مجموعة، فاحنا هنستبدلها بدرسنا النهاردة اللي هو الفترات. هنكتب الواحد والخمسة ونقفلهم، عشان الواحد معايا يبقى مغلقة والخمسة معايا مغلقة. يبقى كده لما يكون واحد معاك القوس بيبص ناحية الواحد، وهنا القوس بص ناحية الخمسة، عشان الواحد والخمسة معايا، فبنسميها فترة مغلقة واحد وخمسة. ليه خليتها مغلقة؟ عشان في علامة يساوي، عشان في علامة يساوي عند الواحد يبقى الواحد معايا، يبقى القوس يبص عليه. يبقى القوس عندي هنا مغلق ويبص على العدد اللي هو الواحد. والخمسة نفس الكلام عندها علامة يساوي، عشان كده القوس بص عليها. يبقى كده دي الفترة نقرأها كده، فترة مغلقة واحد وخمسة. ازاي بقى يا مستر نمثلها على خط الأعداد؟ دي فترة كده قلنا ايه، فترة مغلقة واحد وخمسة. ازاي بقى يا مستر نمثلها على خط الأعداد؟ هنيجي نعمل كرة عند الواحد وكرة عند الخمسة ونوصل ما بينهم. هنا الواحد معايا والخمسة معايا هظللها، يعني أقفل الكرة بتاعتها وأظلل اللي بينهم. ده معناها كل الأعداد من واحد وخمسة، والواحد معاك والخمسة معايا. تمثيل سهل جدا وبسيط.
هنا لو كنت سألتك بقى، لو قلت لك الصفر ده معايا في الفترة هنا، يعني مثلا الصفر بره بعيد عن الفترة خالص يبقى مش معايا. طب الستة مثلا، ما الستة بعد الخمسة مش معايا برضه، يبقى هنا الستة دي ما تنتميش للفترة ديت، والصفر أو السالب واحد أو السالب اتنين ما ينتميش للفترة دي. احنا محصورة بس بين الواحد والخمسة، الواحد معاك والخمسة معاك، إنما أي حاجة قبل الواحد مش معايا وأي حاجة بعد خمسة مش معايا. نفس السؤال ده بس في إيه، استغنيت عن علامة اليساوي. الواحد برضو والخمسة عايز الأعداد ما بينهم، بس هنا خد بالك إيه، مفيش علامة يساوي وتنتمي لها، يبقى مقدرش أكتبها في صورة مجموعة، أكتبها في صورة فترة. مادام تنتمي لها مقدرش أكتبها إلا في صورة فترة فقط. هنا الواحد والخمسة هم دول أعداد بالنسبة لي، يبقى أكتب الواحد والخمسة. بس هنا بقى مفيش يساوي، يبقى هنفتح الفترة، يبقى العلامة هتبص لبره ما تبصش للعدد. ما دام مفيش علامة يساوي العلامة تبص لبره، يبقى القوس بتاعي يبص لبره ما يبصش للعدد، مخاصمه يعني. يبقى هنا القوس ده مخاصم الواحد. طب والخمسة يا مستر؟ الخمسة برضك ما عندهاش علامة يساوي، يعني هتبقى القوس بتاع الفترة بتاعتها مخاصم الخمسة، يعني القوس بتاعها هيبص لبره. يبقى هنا لو مفيش يساوي نفتح القوس، طب لو في يساوي نقفله. يبقى هنا عشان مفيش يساوي عند العلامة، يبقى هنا فتحت الأقواس. الأقواس تبص لبره ما تبصش على العدد، إنما في المثال اللي قبليه كان فيه يساوي، فأنا قفلت إيه؟ قفلت الأقواس زي ما قلت كده، س أكبر من أو يساوي، س أصغر من أو يساوي. إنما هنا س أكبر وس أقل بس. هنا بص أهو قفلنا الأقواس عشان خاطر فيه علامة يساوي. كانت بتبص على العدد، القوس يبص على العدد لو فيه يساوي، ما يبصش على العدد لو مفيش يساوي، يبقى مخاصمه يعني. عايزين مثال على فترة إعداد، هنعمل نفس العملية بالظبط، هنعمل كرة عند الواحد وكرة عند الخمسة وهنوصل ما بينهم. إنما المرة دي بقى الواحد مش معاك يبقى مش هتظلله، سيبها زي ما هي مفتوحة، والخمسة مش معايا مش هظللها، هظلل اللي بينهم بس. نيجي بقى نطبق نفس الكلام ده كده، لو عندك انت فترة من 8 ل 12 وبسألك بقى عدة أسئلة، هل التمانية والتسعة والاتناشر والسبعة دول والواحد موجودين فيها؟ يا مستر 8 ل 12 يعني التسعة والعشرة والحداشر اللي موجودين من الفترة دي. يبقى هنا الفترة من عند التمانية والاتناشر، والتمانية معايا والاتناشر معايا. يبقى التمانية موجودة هنا؟ موجودة هي مستر ايه؟ موجودة عشان مغلقة. طب والتسعة؟ موجودة بينهم. طب والاتناشر؟ ما هي موجودة يا مستر، ده أكبر حاجة. طب اللي بعد الاتناشر وقبل التمانية مش موجود، يعني السبعة مش معايا؟ مش معايا. هي السبعة موجودة؟ لأ، ده قبل التمانية يا مستر، يبقى مش معايا. طب والواحد يا مستر؟ ده الواحد بعد الاتناشر، يبقى مش موجود في الفترة، يبقى لا ينتمي للفترة يعني مش معايا. عايزك بقى تفرق ما بين المجموعة والفترة. المجموعة والفترة، المجموعة هنا عندك الواحد والخمسة، إنما هنا فترة مغلقة واحد وخمسة. إيه الفرق؟ قال لك إن الواحد وخمسة يعني يقصد بيها الأعداد من واحد لحد خمسة بس، يعني الاثنين والتلاتة والأربعة فقط. إنما هنا الواحد والخمسة الأعداد اللي بينهم والأعداد العشرية، يعني كل أعداد من واحد لحد خمسة. وطبعا ده أعداد كبيرة جدا مقدرش أكتبها في صورة مجموعة، فبعملها في صورة فترة. دي حاجة. تاني حاجة هنا بيفرق معايا حوار الترتيب، في المجموعة ما كانش بيفرق الترتيب، يعني كتبتها واحد وخمسة أو خمسة وواحد عادي. إنما في الفترة لأ، الفترة لأ، لازم إيه؟ لازم الترتيب هنا، يبقى لازم أكتب الصغير الأول بعد كده الرقم الكبير. بعد كده شفت إيه؟ كاتب 8 و12، كتبت الصغير الأول بعد كده الكبير. ده لازم في الفترة، خد بالك لازم ترتب في الفترة، لازم يا مستر أرتب، يعني أكتب الصغير الأول بعد كده الكبير. تمام؟ الحتة دي مهمة جدا عشان دي ناس بتغلط فيها كتير. كده خلصنا درس النهارده، نشوف بقى تمرين على الدرس بتاع الفترات. اول مثال عندي بيقول لي اكتب على صورة فترة كلا من المجموعات الآتية ومثلها على خط العدد. يبقى انا عايزك هنا هتكتب الفترة الاول، وبعد ما نجيب الفترة هنمثلها على خط العدد. اول حاجه بيقول لك س حيث س تنتمي للحاء، دي جملة ثابتة في اي مسألة، ما بوصلهاش خالص. دي معناها بيقول لك يعني ان انت هتكتبها في صورة فترة، ما تقدرش تكتبها في صورة مجموعة عشان بتنتمي للحاء، هتبقى ثابته ملهاش لازمه. انت بص بقى على الاعداد، عينك على الاعداد اللي موجوده في المساله. هنا س اكبر من او يساوي الصفر، يعني الصفر معايا، والسين اقل من او يساوي الخمسه، يعني العدد اللي عندك اللي هو الصفر والخمسه. تمام، بس هنكتب الصفر والخمسه الاول. هتقول لي خمسه وصفر؟ لا، صفر وخمسه. تمام، كتبناه. بعد كده عندك في يساوي، يبقى هتقفل العلامه، هتبص على العدد عشان في يساوي تبص على العدد تصالحه يعني. يبقى العلامه هتبص على الصفر، يبقى الصفر ده مغلق. نفس الكلام عند الخمسة في علامة يساوي، يبقى العدد هنا مصالح الخمسة، يعني العلامة أو القوس هيبص على الخمسة. كده كتبنا الفترة اللي هي مغلقة صفر وخمسة. عايزين بقى نمثلها على خط الأعداد.
هاجي على خط الأعداد كده هكتب 0 1 2 3 4 5. خد بالك ده خط أعداد مدرج. بنعمله ازاي؟ بنحط كده المسطرة وكل سنتي وسنتي نحط شرطة. هنا الأعداد اللي عندي اللي هي 0 والخمسة، وطبعا اللي بعديها ما لا نهاية، كل الأعداد الموجبة. العكس هناك السوالب بقى، سالب 1 سالب 2 إلى سالب ما لا نهاية. يبقى على يميني موجب ما لا نهاية، على شمالي سالب ما لا نهاية. وعايزين نمثل الفترة اللي أنا مديها لك دي 0 و5 اللي احنا لسه جايبينها. هعمل كرة عند الصفر، كرة عند الخمسة، أوصل ما بينها. الصفر موجود معاك يبقى هتظلله، والخمسة موجودة معايا هنظللها وهظلل اللي بينها. يبقى كده مثلنا بمنتهى البساطة الفترة من 0 ل5 مغلقة. هنا نفس السؤال بعديه كده، سؤال رقم 2 بيقول لي س حيث س تنتمي للحاء ومديك عددين سالب 1 وال4. يبقى السالب 1 هكتبه الأول، بعد كده ال4 عشان السالب 1 هو الصغير، بعد كده ال4 اللي هي الكبيرة. السالب 1 ما عندوش يساوي، يعني الفترة هتخصمه، يعني تبص لبره، يبقى القوس بتاعه يبص لبره يعني مفتوحة، يعني السالب 1 مش معايا. ال4 ما عندهاش يساوي برضك، يعني برضك العلامة بتاعتها هتخصمها، يبقى القوس بتاعها هيبص لبره، يبقى كده الفترة مفتوحة سالب 1 و4. أنا عندي خط عدد اهو، هحط كرة عند سالب 1 وكرة عند ال4 وأوصل ما بينهم. معناها سالب 1 مش معايا، مش هظلله وأسيبه مفتوح، وال4 سيبها مفتوحة مش هظلله، هظلل اللي بينهم فقط. وكده نقول على الفترة دي مفتوحة سالب 1 و4. سؤال كمان بيقول لي س حيث س تنتمي للحاء والعددين سالب 2 والتلاتة، يبقى سالب 2 الأول هو الصغير، بعد كده التلاتة هي الكبيرة هنكتبها، يبقى سالب 2 و3. خد بالك بقى هنا السالب 2 عندها يساوي، يعني هقفل عليها يعني متصالحة، يبقى الأقواس هتبص على العدد، يبقى القوس هيبص على السالب 2 قفلت عليه. التلاتة ما عندهاش يساوي، يعني متخاصمة مع القوس بتاعها، يبقى القوس بتاعها هيبص لبره، دي اللي هي نص ونص، نص مغلقة ونص مفتوحة، اللي هي سالب 2 و3. عندي خط عدد عايزين نمثلها، هعمل كرة عند السالب 2 وكرة عند السالب. عندي خط الأعداد أهو، هنمثلها إزاي؟ هنعمل كرة عند سالب 2 وكرة عند التلاتة وهنوصل ما بينهم. السالب 2 باخد بالك السالب 2 هنا معايا يبقى هظللها، التلاتة مش معايا سيما مفتوحة زي ما هي مش هظللها، وهظلل اللي بينهم. ده كده بنسميه نوع من الأنواع اللي هي نص مغلقة، دي اسمها فترات محدودة. اللي احنا عملناه ده كله ده اسمها فترات إيه؟ محدودة، عشان هنا السين بين عددين، السين بين إيه؟ بين عددين. بص بقى نوع الأمثلة دي لما يكون في علامة أكبر بس أو أصغر بس، دي معناها الغير محدودة أو غير منتهية، يعني فيها ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية. هنا في الواحد بيقول لك الواحد وهات الأكبر منه، هنا الاتنين وهات الأصغر منها. لما أقول لك س بين عددين 0 مثلا و5، دي معناها محدودة من عند الصفر لحد الخمسة بس، اللي هي زي اللي احنا خدناها. إنما لما تلاقي علامة أكبر بس أو أصغر بس، دي معناها غير محدودة، يعني فيها الما لا نهاية. بقول لك هات الواحد والأكبر منه، يعني الواحد والاثنين والتلاتة والأربعة والخمسة إلى ما لا نهاية، اللي هي إيه؟ كل الأعداد الموجبة من بعد الواحد. يبقى الخط ده هنا كده غير محدود، مش هقدر أحددها بحاجة معينة، فبنكتب الواحد وما لا نهاية الموجبة، يعني الواحد وكل العدد اللي بعد كده عشان علامة أكبر. طب في علامة يساوي بقفل على الواحد، والما لا نهاية دايما مفتوحة، يعني عمرك ما هتقفلها، دايما سليمة، يبقى العلامة بتاعتها تبص لبره، دي عمري بقفلها حتى لو كان في يساوي أو مفيش يساوي، الما لا نهاية دايما مفتوحة. يبقى أعمل كرة عند الواحد وأعمل سهم رايح للما لا نهاية. السهم ده معناه إن هو غير منتهي، ما اقدرش احددها بحاجه معينه، يبقى غير منتهيه مثلا رايح ايه للما لا نهايه. والواحد طبعا مقفوله عشان خاطر مغلقه، واظل اللي بينهم. هنا سؤال تاني بيقول لي س اقل من الاثنين. س اقل من الاثنين يعني الاثنين والاصغر يعني الواحد والصفر وسالب واحد وسالب اتنين يبقى سالب ما لا نهايه. يعني من الاصغر يبقى بالسالب، او اكبر يبقى بالموجب. هنا عشان س اصغر يبقى اكتب الاثنين والسالب ما لا نهايه. بس يا مستر هنا في حاجه غلط، ايه هي؟ يا مستر انت قلت لي لازم ارتب. عندك حق جدع ياض. ليه هنا الاثنين وسالب ما لا نهايه مش مترتبه كده يا مستر؟ لا كده في مشكله، السالب الاصغر يا مستر. يبقى هي الاول هيكتب مين؟ هيكتب السالب ما لا نهايه الاول، وبعد كده الاثنين الصغير، بعد كده الكبير. كده صح كده جدع، صح كده. كده انا مرتب، كاتب الصغير الاول بعد كده الكبير. يبقى دايما بالسالب ما لا نهايه بتتكتب في الاول، دايما لما تلاقي اصغر كده تكتب السالب ما لا نهايه فين؟ في الاول. وطبعا عشان الاثنين ما عندهاش يساوي يبقى مفتوحه، والسالب ما لا نهايه دايما مفتوحه زي اختها الما لا نهايه. يبقى دايما تعود كده اكتب سالب ما لا نهايه فين؟ في الاول. يبقى عندي الاتنين كوره واعمل سهم اتجاه السالب ما لا نهايه، والاتنين مش معايا يبقى مش هظللها، هظلل اللي بينها بس، يبقى هظلل من جوه بس. تمام. يبقى تاخد بالك لما تلاقي اكبر يبقى ما لا نهايه، لما تلاقي اصغر يبقى سالب ما لا نهايه. الاسئله دي مهمه جدا اللي هي في الغير محدوده دي.
إنما المحدودة بيديك رقمين تكتب السعر الكبير وبعد كده تشوف مفتوحة ولا مغلقة. إنما أكبر يبقى تقول إيه؟ أكبر يبقى ما لا نهاية، لو أصغر يبقى سالب ما لا نهاية. حاول تحفظ واحدة بس عشان ما تلخبطش ما بينهم. لما تلاقي أصغر يبقى سالب ما لا نهاية، وخد بالك سالب ما لا نهاية بتتكتب في الأول، سالب ما لا نهاية بتتكتب في الأول. أكبر يبقى ما لا نهاية، وما لا نهاية بيتكتب في التاني. أنت احفظ واحدة بس عشان ما تلخبطش ما بينهم. طبعا خلاص أنت فهمتها يبقى تقدر تحفظها. في بقى عندنا سؤال، ده مهم بقى، آخر سؤال عندنا في الجزئية ديت، بيعكس السؤال بقى نفسه. يعني بيديك الفترة وبيقول لك إيه، اعملها لي بالصفة المميزة، عايزها بالصفة المميزة دي. بيديك الفترة اللي هي 1 6 وعايزها بالصفة المميزة اللي هي قوس مجموعة، يعني س حيث س تنتمي. يبقى أول حاجة الصيغة الثابتة فعندك في أي مجموعة أخدناها دلوقتي س حيث س تنتمي لح. دي كده اسطمبة ثابتة في المسائل كلها لما يجي يقول لك تبقى الصفة المميزة. وهنا عشان س محصورة بين حاجتين يبقى هحط بينهم علامتين، يعني س أكبر من 1 والس أقل من 6. الس أكبر من 1 والواحد مغلق يبقى أحط عنده يساوي، 6 مفتوحة يبقى مش هحط عندها علامة يساوي، وقف قوس المجموعة. وبكده يكون خلصنا درس النهاردة. عايزك بقى ايه تثبت الفيديو وتحل التمارين ديت، وبعد ما تثبت الفيديو هتكمل الفيديو هتلاقي الإجابة النموذجية بتاعتها. كان معكم مستر حلمي صالح الوكيل، وشكرا.